السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله حكايه تكونوا غايه تكونوا مهنيين بصحه يا ربي. حبيبات قلبي، جبت لكم اليوم فيديو هذا والوصفه هذه اللي نحتاجوها بزاف بزاف في رمضان. دائما في رمضان نديروها ولا نشروها من برا للسهره باذن الله. جبت لكم لي طاغتولات بواحد العجينه رائعه تمديها عندك وبواحد الطريقه سهله بزاف، والبنه ديما كما دائما ولفتكم. نبدو بالعجينه على بركه الله. عندي 125 غرام زبده ولا مارغرين تكون طريه، مع 2 مغارف كبار تاع الزيت، مع حبه تاع البيض. نزيدو معاها 2 مغارف كبار سكر يكون عادي، ولا بغيتي ديري سكر غلاس ديري سكر غلاس، ولكن السكر العادي يعطيها هذيك القرمشه الشابه. بالباتور ولا غير بيدك حلي غايه هذوك المكونات مع بعضهم حتى الخليط يولي لك كريمي. بعدها غادي نزيد رشه ولا قرصه صغيره تاع الملح. ما تنسيش ديري لافاني، ديري مغرف صغيره تاع لافاني، ونزيدو فرينه بالتدريج. بالك تزيدوا الفرينه بزاف باش ما تنشف لكمش العجينه وتخسر لكم. حطي غير بالكميه صغيره. وعندي الفرفاره خميره الحلوى، شوفوا في يدي وريت لكم شحال، غير واحد القرصه صغيره على راس المغرف. ديري فرفاره ما تكتريش بزاف، وتبدي تلمي في عجينتك غير بشويه. لا حسيتي بلي خاصك الفرينه زيدي غير بالمغرف، قلت لكم باش ما تنشفش، سينو لا نشفت لكم العجينه غادي تخسر لكم وتتشقق لكم وما تجيكمش شابه. هنا راني نزيد غير بشويه فرينه كيما راكي تشوفي، ونبدا نجمع فيها غير بصباعي بلا ما نعجنها باش تجيني لاباط شابه والوصفه تجيني ناجحه. نميتها كاع هكا حتى تحصلت على هاد العجينه متماسكه وطريه. تبغي تخزنيها ولا تدسيها حتى من بعد تخدمي بها. تبغي تخدمي بها ديريكت، انا خدمت بها مباشره. جبت لي مول تاع لي طارتولات، تبغي ديري المدورين تبغي ديري هادو اللي بغيتي الشكل اللي عندك واللي تفضليه. نديرو كميه من العجين ونسيو باش نوصلوه كاع هكا سورتو هكا في الاطراف. زيري بصبعك مليح كما كتشوفي ندير صبعي الكبير هكا نزير، ونقلعو هذيك الاطراف الزايده كيما هكا. وغادي ندير انا النص تاع العجينه في مول كبير، ونص تاعها نقسمها على هاد لي مول الصغار. شوفوا كي راني نزير هكا في العجينه في الاطراف تاعها حتى تحصلت على هاد الشكل باش تجيب لي الشكل تاع المول يجي سوا سوا. كي كملت هاد الكميه من لي مول تاوعي، شا غادي ندير دروك ما نطيبهاش ديريكت، غادي نحطها في الكونجيلاتور، نديرها في المجمد حوالي 10 دقائق ربع ساعه. ولا انا غادي نديرها لو طوني نخدم الزوجه. جبت هاد البلا تاعي المدور باش ندير طارتولات كبيره، وجبت العجينه اللي راهي باقيه حليتها، عاودت روحي بالفرينه. وكان نورمالمون ندير بلاستيك من تحت كان خير، هكا شويه غبنتني. انا نقول لك ديري بلاستيك من تحت كيما نحلو الصابلي باش من بعد كي ترفديها ما تغبنكش. وحليتها كاع هكا على الشكل تاع المول تاعي. من بعد بيدي بديت نمشي فيها غايه وطلعتها كاع في الاطراف كيما راكي تشوفي. وهذاك الزائد نقلعه من الاطراف هكا بالوراق ولا بيدك ولا بخدمي اللي تساعدك ديريها. واللي تشوفوا بلاصه خاصها روحوا جيبوا هذاك الزياده وعاودوا بلاصوه فيها. نعاود ندخل هذا البلا تاعي للكونجيلاتور كيف هكا. ندخلوا الكونجيلاتور علاش؟ باش كي نطيبوها في الفور تشد لا فورم تاعها وما تهودليش في الاطراف بزاف. تقول لك الطاختله تاعي راهم يهودوا لي في الاطراف. من بعد كي خرجتها من الكونجيلاتور نتقبها هكا بالكارفو بالفرشيطه وندخلها طيب في الفرن اللي يكون ساخن. مام الكبيره خليتها جمدت وجبتها تقبتها هكا بالكارفو، وعاود دخلتها طيب على 160 درجه. ولي فون دو طارت تاع هادو لي طارتولات حلوين سكري يليق يكونوا طايبين غايه، ما يكونوش بويدين. ما طيبوهمش بويدين على خاطرش غادي يقعدوا هشاش. اون فوا نديروا لا كريم دخلوهم في الفريجيدير، عاود كي تخرجوهم غادي وحدهم يتفتوا في يديكم، يعني ما يرتفدوش. بصح لي فون دو طارت هكا دائما طيبوهم مليح مليح، طيبوهم ماشي محروقين بصح يكونوا طايبين غايه باش يجوا هذيك تجي هذيك القرمشه مع لا كريم. نروحوا نوجدوا لا كريم تاعنا. عندي نص لتر حليب، 2 مغارف كبار مايزينا يكونوا معمرين غايه، و2 مغارف كبار السكر، شويه لافاني نخلط مليح مليح بارد في بارد. بعدها نحطها على نار متوسطه مع التحريك المستمر باش المايزينا ما تهودليش تحتها وما تنحرقليش. هنا كي طابت لي كيما راكم تشوفوا عقادت لي شويه لا كريم، قلعتها على النار ونحطها هكا. نحطها باش تبرد، نحطيها في طبسي وغطيها قبل ما نغطوها الشيرات غادي نديرها كوف خاز. درت لها مركز الفراوله اللي عطاها بنه تاع الايس كريم. ما تامنوش شحال بنين هاد العطر. خلطت غايه مالغري زدت شويه
كثرت على الحد شغل باش ندير غير قطره صغيره، درت قطره كبيره بصح جاني بزاف بزاف بنين. تبغوا ديروا الكو تاع البنان، تبغوا ديروا كراميل، تبغوا ديروا الشوكولا، الكو اللي بغيتوه، العطر اللي بغيتو ديروه. بعد نغطيها بابي فيلم يكون ملامس ليها باش ما يديرليش هذيك الطبقه اليابسه من الفوق، ونحطها في الفريجيدير تبرد غايه، خليها حتى تبرد ولا ديريها في الكونجيلاتور الا كنتي مقلقه. جبتها انا من الفريجيدير بعد ما فاتت لي حوالي 2 سوايع ولا، وكي جبتها من الفريجيدير قبل ما نحلها غادي نزيد لها علبه تاع ياغورت بذوق الفراوله. مام كنت ديروه ذوق الليمون ولا ديري ذوق بانان ولا ماذا بيك تزيدي لها بو ياغورت هكا بهذاك الذوق تاع العطر اللي درتيه. سينو تقدري تستغني عليه بصح غادي هذا يجي تيكي لا كريم تحسبي. شوفي غادي كي تاكلي هاد الطاغتولات تحسبي كي تاكلي في لا كريم. خلطت كلش بالباتور ومن بعد زدت غبره الشونتيي، زدت مغرف ونص وزدت خلطتها غايه. شوفوا هاد الكريمه روعه لدرجه ما تصدقيهاش. خدمي بها تحليات ولا هكا ليه طاغتولات تجي بزاف شابه. غادي نديرها انا في تحليه باسكو عجبتني بزاف. الكريمه تاعي راهي واجده، شوفوها هي قدامكم واجده. نخليها في الفريجيدير باش تبرد مليح. هاد لو طون وجدت كريمه شونتيي تاع التزيين الفوقاني. عندي كاس تاع غبره شونتيي مع كاس حليب بارد. تقدروا ديروا ما بارد. والكريمه شونتيي الا كانت من نوعيه جيده ديري كاس مع كاس، يعني كاس غبره شونتيي مع كاس تاع الماء ولا الحليب. الا حسيتي بلي النوعيه تاعها ماشي مليحه وما تطلعش غايه ديري كاس تاع غبره شونتيي مع كاس قل ربع ولا حتى نص كاس تاع الماء. صاي انا طلعت لي غايه وتبغي تباطيها غايه، يعني بالباتور تبدي تخلطي حتى تطلع لك مليح كيما هذه. لي فوندو طاغ تاوعي بردو غايه، ما نخدموش وهما حامين، انا خليتهم دا وقتهم وبردو غايه. كي بردو بديت نعمر فيهم بهذيك الكريمه تاع الفراوله من تحت هكا. ما درت لا لابوش لا والو على خاطرش غادي نغطيها هاد لاكريم. لو كان خليتها من الفوق ندير بلابوش باش تجيني فينيسيون شابه. سينو ديري غير بالمغرف هكا. عمري لي فوندو تاعك بهذيك الكريمه. بعد نجيبوا لا كريم شونتيي اللي كنا طلعناها ودرتها في لابوش. خيري هنايا لا دويل اللي بغيتيها، انا خيرت هذه ودرت هكا من الفوق. تزيين يبقى عندك كل وحده وكيما تبغي تزين. درت هكا كريمه الشونتيي من الفوق. الشيرات ما تنسوش تدعمونا الفيديو بجام، ديرونا جام تحتها وماذا بيك تخلي لي رايك في التعليق ولو بنقطه. المهم هذاك الكبيره اللي كنت خادمتها تاني درت فيها الكميه تاع لا كريم اللي كانت باقيت لي وحطيتها فيها هكا كاع. عاود جبت لا كريم شونتيي اللي راهي في لابوش وتاني حطيتها كاع بهذه الطريقه بالفوق. تاني جات بزاف شابه. شوف جات تسخف، جات بنينه، جات رائعه. سيرتو الكو تاع الفراوله اللي درتها حطها بنه شابه باسكو داك المركز تاع الفراوله اللي راه عندي شباب بزاف بنين. تحسبوا لا كريم كي ديروه في الكاطو ولا ديروه درت به ديجا كاطو ديجا لونت به شوكولا بيضه وكاع عندها بنه سبيسيال. انا ننصحكم دائما شرو هادو تاع لا دوز خير ما تشرو الاخرين وخير من الغبره. المهم هنا كملتها كاع. حققت لي هاد لا بارتي الصغيره هذه بلا شونتي. تامنوا عجزت باش نعاود نطلع شونتي واحد اخرى وكاع على جال هاد البلاصه. قلت هذاك لي فريز اللي راهم عندي نزوق بيهم الطاغتولات تاعي من الفوق او ميم طون ندرك بيهم هذيك البلاصه اللي ما راش فيها شونتي. دي فوا ما تكونش عندنا تكون كملت. دي فوا كما انا الحق والله لا عجزت باش نعاود ندير واحده اخرى ونطلعها وكاع على جال هذيك شويه. المهم درت لها ورقه تاع النعناع باش نكسر لا كولور الحمراء وزوقتها هكا بلي فريز وكانت من اروع الطرجلات اللي غادي تجربوهم. نخليكم نوصفوا واحده اخرى. سلام.